في سوفت وير بيجي لنا بنحط فيه ال5 ايتمز دول، وهو اللي بيتشوز الماكينه. السوفت وير يعني ما ينفعش بقى وانا بعمل عرض اقول والله احط مثلا ماكينه 9 حصان. حضرتك فين ال5 ايتمز اللي طلعوا ال9 حصان؟ فانا عايز اوريكم حاجه بسيطه كده، دي احنا بنعملها مع العملاء. ادي الداتا شيت بتاعت احد الماكينات. هنلاقي هنا ال5 ايتمز اللي انا قلت عليهم. هنا التعليق 1 ل1، السرعه 2 متر ونص، الحموله 425 كيلو جرام اللي هو الكباستي يعني، وزن الكابينه 60 كيلو جرام، طول المشوار 30 متر. اداني بعد ما اديت الداتا ديت للبرنامج، اداني ايه السفشنت ان انا اخده من شركه الماكينات. ماكسيمم ستاتيك لود هيبقى 3800، القدره هتبقى 9.2 كيلو وات، وبقيه الداتا دي هتبقى مفيده للي بيشتري مننا الماكينه. بالنسبه للجماعه بتوع زي الابيض برضه نفس الكلام، في الماكينات الجيرلس الالماني ال5 ايتمز موجودين فوق قدامنا برضه، وهو بيديني البرنامج بيطبع لي في الماكينه المناسبه للمشروع بتاعي. المعلومه دي انا حبيت اتكلم فيها لان للاسف في لخبطه بين بعض الناس ان هو يبيع الاسانسير بالحصان. يعني انا الاسانسير ده هقول لك 9 حصان، ودي معلومه شائعه وعايزين نقول الكلام ده غلط. انت ممكن 9 حصان اللي انت حاططها له في العرض دوت، في العرض اللي انت قدمته دوت، ما تكونش مناسبه، بالعكس تكون اكبر بكتير من اللي انت الاسانسير محتاجه. ده بالتالي هيكلف العميل سعر مكنه 9 حصان هو مش عايزها، كهرباء بيسحبها ل 9 حصان هو مش عايزها. ساعات بيبقى المكنه الكبيره على الحمل الصغير بتؤدي الى مشاكل اكيد فنيه. فدايما احنا بنركز على لما نيجي نتكلم على الماكينات، لما نبيع ماكينات بنطلب من العميل ال5 ايتمز دول، وبنعمل على السوفت وير بنقول له والله الماكينه دي هتبقى سي مثلا 5.5 كيلو وات enough sufficient for you. بالتالي جميع الايتمز اللي انت تشتريها، يعني الكوندكتورز بتاعت الموتور بتاعت الكنترول هتبقى مناسبه لل 5.5 كيلو وات بدل ما تجيبها 9 حصان. الانفرتر لو انت عايز درايف يعني هيبقى مناسب ل 5.5 كيلو وات. الراجل اللي هيشتري الاسانسير هي تكلفه الكهرباء عنده هتبقى اقل. دي نصيحه انا بنصحها لكل الناس، وبنصحها اللي بيشتري اسانسير او بيشتري ماكينه، يبقى دايما بيشتري ماكينه بتكنيكال داتا شيت اللي احنا وريناه لحضراتكم دلوقتي. ده هيفرق كتير طبعا، احنا اتفقنا هيفرق كتير في السعر وفي مصاريف تشغيل الاسانسير على اللونج تايم. واحنا هنا في شركتنا متابعينه جدا. احنا دايما لما العميل بيشتري مننا ماكينه بنقول له حضرتك ادينا التكنيكال داتا عشان ندي لك الماكينه الصح. لما يجي عميل يسالني عندك مكنه 10 حصان، بقول ايوه عندي، بس انت ال10 حصان دي مناسبه لحضرتك ولا تاخدها وليكن 8 حصان، وليكن 7.5 حصان، دي انسب لك وارخص لك، وفي التشغيل هتبقى انسب لك وارخص لك. حبيت اشير للموضوع ده في الفيديو دوت لان الموضوع فيه لخبطه بين الناس كتير، او في عاده الناس ماشيه بيها. احنا عايزين نقول والله الماكينات ايتم مهم في الاسانسير. اذا انت نقيت الايتم المهم ده بطريقه سليمه، بقيه المكونات ان شاء الله تبقى كومباتبل معاه، وانت حتى ما تدفعش في حاجه انت مش عايزها. واشكركم جدا وان شاء الله على لقاء. يلا، السلام عليكم.